هذا اليوتيوبر وصل إلى 10 مليون مشترك في سنة واحدة، وبعدها عمل أكبر بيتزا في العام وأكبر حفلة لأكبر بيتزا في العالم، وحطم رقم قياسي في موسعة جينيس كأكبر بيتزا في العالم. ولكن ماذا هدف الفكرة أساساً؟ وهل كان في تبذير في الموضوع؟ واحد من أكبر وأنجح اليوتيوبر في أمريكا وحتى على مستوى العالم، ومشاهداته في اليوتيوب عالية جدا جدا إلى حد الجنون، وفي مقطع وصل عنده إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة. متخيلين الرقم؟ ويضيع فيديوهات وصلت إلى 20 و10 مليون مشاهدة، ومن ثم عمل انفجار في التنزيل، وبدأ في التنزيل بشكل يومي ويزيد مليون ورا مليون، إلى أن وصل 10 مليون مشترك. قرر يحتفل بطريقة غريبة ومجنونه نوعا ما، وعمل أكبر بيتزا في العالم وأكبر حفلة لأكبر بيتزا في العالم. حتى طريقة صناعة البيتزا كانت مختلفة 180 درجة عن صناعة البيتزا العادية بسبب حجمها الكبير جدا، ولكن بالفعل حطم الرقم القياسي وفاز بموسعة جينيس للأرقام القاسية. وطبعا تم توزيع البيتزا لكل الناس اللي حضرت هذا الرقم، ووزع للجمعيات الخيرة، فما كان في أي تبذير في الموضوع. وكانت الفكرة أساسا يتجمع هو ومتابعينه بس يوصل إلى 10 مليون مشترك، يعني ما في أي تبذير، بل موضوع حرفيا هذا اليوتيوبر معروف في محتواه الأسطوري والأفكار الغريب، فعلا أفكار مجنونة، وحصل على ملايين المشاهدات وخلته يوصل إلى 10 مليون مشترك. وحاليا هذا اليوتيوبر عنده 14.5 مليون مشترك.